النهارده لسه مكملين مع بعض البروبوزيشن. هنتعلم مع بعض بروبوزيشن مهم جدا جدا وهو باي. باي معناها بواسطه او خلال، ساعات وساعات. يعني هي باي دي بيجي معاها ايه؟ باي ده بروبوزيشن معناه بواسطه او بحلول. طيب بيجي اول حاجه معاه الوقت، زي مثلا اقول باي 3 o'clock او باي 3 am بحلول الساعه كذا. فاهمين قصدي؟ اقدر كمان اقول باي 12 PM بحلول الساعه 12 مساء يعني كده. طيب باي بتيجي مع الوقت معناها بحلول. تاني حاجه باي بتيجي مع الاماكن. ايه ده؟ باي بتيجي مع الاماكن؟ دي غريبه جدا. لا مش غريبه ولا حاجه. هنا هيكون معناها ان انت بجوار المكان ده. يعني ايه؟ حوالين المكان ده، جنبه. يعني زي مثلا اقول لك ايه؟ باي ذا تري، جنب الشجره، بجوار الشجره. طيب اكيد انت مش هتبقى جوه الشجره. لو قلت لك باي ذا كار كده انت تفهم ايه؟ ان انت واقف جنب العربيه. نيجي بقى لاخر حاجه واللي كلنا عارفينها ان احنا قد كده، وهي ايه؟ باي بتيجي مع المواصلات. فاقول لك مثلا باي كار، باي تاكسي، باي ترين، باي اي حاجه، باي اي وسيله مواصلات بيجي معاها مين؟ باي. المهم ان في النص ما يجيش حاجه تقطعهم من بعض. خلاص، ما يجيش مثلا اداه نكره ولا اداه معرفه، يعني ولا اي ولا ان ولا مثلا ذا ولا اي حاجه. اقول باي وسيله المواصلات على طول. خلاص اتفقنا. اخر حاجه كل وسائل المواصلات بيجي معاها باي ما عدا لو انت ماشي على رجليك، فتقول ايه؟ on foot. مش حاجه تانية، ما اسمهاش فوت، اسمها foot. on foot. خلاص اتفقنا كده. نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون فادك.